الإحساس بالإحباط بسبب إن أنا مش متقدر لا معنويا ولا ماديا في مساحة العمل بتاعتي. الإحباط من أكتر المشاعر المؤلمة اللي ممكن الإنسان يحس بيها. هو كده تركيبة ما بين إحساس بالخضة والمفاجأة والإحساس بالحزن الشديد، لأن أنا ملقتش اللي أنا متوقعه متحقق. لا انا اتقدرت على المجهود اللي انا بعمله بالشكل اللي انا مستنيه، ولا انجازاتي اتشافت بالشكل اللي انا بتمناه. ازاي اتعامل مع الاحباط والالم الشديد المعنوي اللي انا بتعرض له في جهات العمل؟ اول حاجه محتاج تعملها انك تحترم المشاعر اللي انت بتمر بيها. انت محبط، انت يائس، انت تعبان، انت زعلان، انت حزين، احترمها وحطها على الترابيزه وقدرها. انت اصلا محبط بسبب ان انت ما تقدرتش بالشكل اللي انت بتتمناه من بره، فانت ما تجيش تعلي على نفسك بان انت كمان ما تقدرش المشاعر اللي انت حاسسها. قدرها واحترمها علشان يبدأ الإحساس نفسه يقل. مجرد إنك تواجهه وتحطه على الترابيزة وتدي نفسك الحق في الإحساس ده، الإحساس بالألم بيقل. تاني حاجة، خرج كل المشاعر دي من جواك بالكتابة، عملية التفريغ. تمسك ورقة وقلم تكتب كل اللي انت حاسس بيه من أفكار ومشاعر، وكان نفسك تعمل ايه ونفسك تقول ايه. لو مش بتحب الكتابة، امسك اوديو وسجل كل اللي جواك. الغرض هنا ان انت تمسك الكوبايه وتفرغها، وكمان ان انت تنفصل شعوريا على الاحاسيس اللي مغرقاك واللي ملياك. فبيبدا الجهاز العصبي بتاعك يهدى، والعقل العاطفي يهدى، والاشاره العصبيه توصل للمنطق، وتقدر تقيم التجربه بشكل حقيقي وفعال. الخطوه الثالثه، ابدا راجع اللي انت كتبته ده كله بعد ما تهدى كتير، وابدا شوف هل انت مزنوق وحاصر نفسك في فكره محدده، زي ان انت ضحيه المكان اللي انت فيه، زي ان انت مظلوم، زي ان انت مش متقدر، ان انت مش متشاف، انت مش محبوب، انت فاشل، انت مش كفء للمكان اللي انت فيه. ايه الافكار اللي عماله تزن عليك وحاصراك دايما في المساحه اللي انت فيها دي، وهي مصدر الالم بتاعك بشكل متكرر؟ الخطوه الرابعه، ابدا خد الدروس المستفاده. هل انت محتاج تغير الافكار دي؟ اشتغل على انك تغيرها بشكل يساعدك انك تبقى اهدى وتظهر مهاراتك. هل انت محتاج ان انت تظهر الاسترانسز بتاعتك ونقط قوتك اكتر؟ التجارب المستفادة ايه؟ طب تشتغل على نقط ضعفك تحسنها. الكوميونيكيشن بتاعك والتواصل بتاعك ضعيف، محتاج تشتغل على مهارات التواصل، محتاج تشتغل على تقديرك لنفسك بشكل احسن، محتاج تظهر مهاراتك في المكان اللي انت فيه وتظهر الاسترانسز بتاعتك، محتاج تحط حدود اوضح بشكل يعبر عنك ويظهر امكانياتك، او ان انت ما تتجاوزش مساحتك، تحترم وقتك، تحترم وقت الاخر، تبدا تبقى بروفيشنال اكتر. ايه النقط اللي انت محتاج تطورها؟ فكأن النقطه الرابعه هي ايه الدروس المستفاده اللي انت محتاج تحطها وتتعلمها وتمارسها بشكل حقيقي. نقطه من الدروس دي وبشكل اساسي ان انت تبدا تراجع هل توقعاتك اصلا مبنيه بناء على المجهود اللي انت بذلته فقط، ولا بناء على كل المعطيات الممكنه. لان انت لما بتبقى مبني على التوقعات بس، لو انت عملت كده انت بتحبط نفسك بشكل كبير جدا، لانك بتتغافل عمدا عن معطيات اخرى بتحدد التقدير اللي انت منتظره او مستنيه. النقطه الخامسه، اوعى تغرق في المشاعر. احترامنا للمشاعر، ان احنا نعبر عنها، نخرجها من جوانا، نتعلم الدروس المستفادة منها والرسالة اللي جاية تنورها لنا، كل ده علشان ناخد الوقت المناسب ونتجاوز الألم بتاعها. لكن بعد كده انا مش محتاجها، انا باخد منها الدرس المطلوب وخلاص، شكرا، هي جاية عشان تعلمني حاجة. اني اغرق في المشاعر دي هي دي الغلطة. اتعلم ان انت تدستراكت او تشتت نفسك عن المشاعر اللي انت حاسسها، عشان ما تغرقش وما تروحش لمساحة الضحية والاكتئاب والقلق المصاحب المزمن. ابدأ اتعلم، انا خدت الدرس خلاص، انا هركز على كذا، انا هراعي نفسي، هعرف لكل حاجة وقتها. خد التركيز بتاعك وحطه على الدرس المستفاد، وكل ما يجيلك الإحباط قوله شكرا، أنا اتعلمت الدرس وبحاول أطور من نفسي. لو ده مش المكان المناسب أنا هدور على مكان أحسن. لو دي مهاراتي اللي أنا واقع فيها هطورها، لو دي مهاراتي كويسة وأنا مش ظاهرها هظهرها. فكأنك بترد على الإحباط عشان ما تغرقش فيه. النقطة الستة، ودي نقطة مهمة جدا، اتعلم ان انت تفصل وتدي لكل ذي حق حقه. انت مش دورك بس في العمل،
قيمتك ما تربطهاش بكونك موظف في المكان الفلاني، قيمتك ما تربطهاش بعدد الانجازات اللي انت بتعملها وهل هي اتقدرت ولا لا. اتعلم تقدر نفسك، اتعلم تحترم وقتك، اتعلم تحترم ادوارك كلها، لان هي دي مصادر احساسك بقيمتك، الادوار والقيم اللي انت بتعيشها. ادي وقت الشغل حقه، ادي وقت الراحة حقه، ادي وقت البيت حقه، لأهلك لأصحابك. لما تقدر تظبط المعادلة دي، في الحقيقة انت في الوقت ده هتقدر تتجاوز احساس الاحباط، لان كوبايتك ما بقاش مصدر واحد بس هو اللي بيملاها، قيمتك في مكان عملك او ايا كان المكان اللي انت منتظر فيه التقدير. ربنا يعينكم ويبصركم بإذن الله وتلاقوا كل اللي تمنوه. سلام عليكم.